زلزال كوني يضرب الجدي. الحصاد بدأ. هل أنت مستعد للثراء الفاحش أم ستضيع الفرصة؟ كفاك لعبا دور الضحية، فقد جاء وقت الحساب. هل ظننت أن تعبك ضاع هباء؟ كوكب زحل يفتح خزائنه اليوم لمواليد برج الجدي، ولكن حذاري، فالقدر لا يمنح الهدايا إلا لمن يمتلك الجرأة لانتزاعها. اليوم ليس مجرد يوم عادي، إنه يوم الحصاد المرعب الذي سيغير خريطة حياتك. فهل أنت على قدر المسؤولية؟ قصة طريفة: المدير الذي نسي قلبه في الدرج. يحكى أن أحد مواليد الجدي كان دحيح عمل لدرجة أنه ذهب في موعده الرومانسي الأول ومعه أجندة لتقييم أداء شريكته. وبينما كانت هي تتحدث عن الحب، كان هو يسألها عن خطتها الخمسية لإدارة المنزل. كاد أن يخسرها، لولا أنه تذكر في اللحظة الأخيرة أن الرومانسية ليست مشروعاً استثمارياً. اليوم يطلب منك الفلك ألا تكرر خطأ صاحبنا. اترك المدير في المكتب قبل أن تدخل غرفة المعيشة. الصعيد المهني: الفوضى ستنحني أمامك. اليوم أنت لست مجرد موظف، أنت مايسترو التخطيط. بلمسة واحدة ستنهي فوضى الشهور، والرؤساء يراقبونك بعيون يملأها الانبهار أو ربما الحسد. فرصة قيادية كبرى تطرق بابك، فلا تفتح لها ببرودك المعتاد. ابهرهم. الصعيد المالي: أموالك في أمان، ولكن بفضل بخلك المحمود أو سياستك الادخارية الصارمة، وضعك المالي مستقر. لكن الفلك يصرخ في وجهك: إياك والمقامرة. استثمر في الأصول الثابتة، في الذهب، في العقارات، أي شيء تلمسه بيدك، وأبعد عن سبوبة الربح السريع التي قد تأكل الأخضر واليابس. الصعيد العاطفي: الشريك ليس موظفاً عندك. جاذبيتك اليوم في قمتها، لكن البرودة قد تقتلها. شريك حياتك يحتاج إلى حضن وليس إلى قرار إداري، يحتاج إلى اهتمام إنساني وليس إلى جدول زمني. خصص وقتاً للحب بعيداً عن ضجيج العمل، قبل أن تجد نفسك وحيداً مع نجاحاتك المهنية. سؤال: يا مواليد برج الجدي، هل تشعرون فعلاً أنكم آلات عمل تفتقد للمشاعر كما يتهمكم البعض، أم أن قلبكم الوفي لا يظهر إلا للمحظوظين فقط؟ شاركونا تجاربكم. هل تريد مني تحليل التوافق العاطفي لبرج الجدي مع برج آخر اليوم؟